السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ مبارك عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان سؤال وجواب بنقول كل يوم. ان شاء الله يكون بقى بيدور سؤال زي كده بقى لحضراتكم اقدر ان انا افيدكم بالاجابة عليه. سؤال النهارده: لو انا ضرس وارم وعندي في خراج طالع، رحت كشفت الدكتور قال لي في خراج حواليه، ينفع ان انا اخلعه من اول مره؟ اصل انا رايح عامل حساب ان انا هخلعه من اول مره، بس لقيت الدكتور بيقول لي لا ده ملتهب ولازم تاخد كورس علاج 3 ايام اسبوع وبعد كده اشوفك. الافضل انك انت تستنى. ليه؟ لان هو حتى لو انت كنت متسرع والدكتور نفذ لك اللي انت عايزه ورغم ان ده غلط وخلع لك الضرس عشان انت عايز زي حاجه تخلص منها وخلاص، هقول لك بعد كده بتروح البيت بتحس بألم جامد، ألم شديد، تحس نفسك كأن حاجة ممكن مولعة مش عايز أقول مولعة نار بتبقى مبالغة، بس بألم جامد بتحسه في البيت. فأنت على إيه ده كله؟ أنت المفروض تمشي الخطوات لو في ألم جامد وحسيت إنك أنت لسه في مورم حوالين الالتهاب، حواليه التهاب جامد، خد العلاج لحد ما الالتهاب يهدى شوية وتعالى اخلعه في المرة اللي بعدها. اشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.